جرثومة المعدة هي بكتيريا تعيش في الجزء العلوي من المعدة والأمعاء الدقيقة والتي تسبب العديد من المشاكل الصحية، وخاصة التهاب المعدة وقرحة الاثني عشر. وتسمى هذه الجرثومة باء هيليكوباكتر بايلوري، وهي بكتيريا متحركة تتمتع بالقدرة على الحفر في طبقة البطانة المخاطية للمعدة والأمعاء الدقيقة وتثبيت نفسها فيها. تنتقل جرثومة المعدة عادة عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة بهذه الجراثيم. ومن الممكن أن تعيش هذه الجراثيم في البيئة لفترة طويلة قبل أن تنتقل إلى شخص آخر. وتعد جرثومة المعدة من أهم الأسباب المعروفة لالتهاب المعدة، وتعتبر أيضا السبب الرئيسي لقرحة الاثني عشر. ويمكن علاج جرثومة المعدة بالمضادات الحيوية وأدوية خاصة تمنع نمو الجراثيم. ويمكن أيضا تقليل خطر الإصابة بجرثومة المعدة باتباع بعض الإجراءات الوقائية، مثل تجنب تناول الأطعمة الملوثة والمحافظة على النظافة الشخصية. وتسبب أعراضا مختلفة لدى الأشخاص المصابين بها، وقد تشمل هذه الأعراض: 1. آلام المعدة والأمعاء. تشعر بألم في منطقة المعدة أو الأمعاء الدقيقة. 2. الانتفاخ والغازات. قد تشعر بالانتفاخ والغازات في البطن. 3. الغثيان والقيء. قد يحدث الغثيان والقيء، وخاصة بعد تناول الطعام. 4. الشعور بالامتلاء السريع. يمكن أن تشعر بالامتلاء السريع حتى لو لم تتناول الكمية الكافية من الطعام. 5. فقدان الوزن. يمكن أن يؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى فقدان الوزن دون سبب واضح. 6. الشعور بالتعب. يمكن أن يحدث التعب والإرهاق نتيجة لجرثومة المعدة. 7. الأنيميا. يمكن أن يؤدي جرثومة المعدة إلى نقص الحديد في الجسم، وبالتالي الإصابة بالأنيميا. 8. الحموضة العالية. يمكن أن يؤدي جرثومة المعدة إلى زيادة حموضة المعدة وحرقة المعدة. تذكر أن هذه الأعراض ليست دائما مؤشرا على إصابتك بجرثومة المعدة، وأنه من الضروري استشارة الطبيب المختص لتحديد التشخيص الدقيق والعلاج المناسب. تعتبر الأسباب الرئيسية لجرثومة المعدة كالتالي: 1. العدوى البكتيرية. ينتقل العدوى بالجرثومة من شخص إلى آخر عن طريق الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب أو عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة. 2. العوامل البيئية. تشمل العوامل البيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة التعرض لبيئة غير صحية أو تلوث الهواء. 3. الوراثة. يمكن أن يكون للوراثة دور في زيادة خطر الإصابة بجرثومة المعدة. 4. تناول الأدوية. يمكن أن يزيد تناول بعض الأدوية مثل المسكنات اللاستيروئيدية والمضادات الحيوية من خطر الإصابة بجرثومة المعدة. 5. نظام الغذاء. تشير الدراسات إلى أن نظام الغذاء قد يؤثر على خطر الإصابة بجرثومة المعدة، حيث قد يزيد تناول الأطعمة الحارة والدهنية والمدخنة من خطر الإصابة بها. 6. ضعف جهاز المناعة. يمكن أن يزيد ضعف جهاز المناعة من خطر الإصابة بجرثومة المعدة. تذكر أنه يمكن الوقاية من جرثومة المعدة باتباع نظام غذائي صحي وتجنب التعرض للعوامل المؤدية إلى انتشار الجرثومة. إليك بعض النصائح حول جرثومة المعدة. تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من حموضة المعدة وتهيجها، مثل الأغذية الحارة والتوابل الحادة والمشروبات الغازية. تناول الوجبات الصغيرة والمتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة، لأن هذا يساعد على تقليل الضغط على المعدة ويساعد على هضم الطعام بشكل أفضل. تجنب التدخين وتناول الكحول، حيث يمكن أن يسببان تهيج المعدة وزيادة خطر الإصابة بجرثومة المعدة. تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
حيث تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بجرثومة المعدة. تجنب استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، واستشارة الطبيب إذا كانت الأعراض تستمر لفترة طويلة أو تزداد سوءًا. غسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الجرثومية. تجنب مشاركة الأواني والأدوات المنزلية.